قبل 900 سنة تقريبا، بوقت كان فيه الطب العالم ما زال في بداياته، كان بدمشق عم ينولد مفهوم مختلف تماما عن المستشفى. هذا المكان هو البيمارستان النوري، واحد من أقدم وأهم البيمارستانات في التاريخ الإسلامي. أسسه نور الدين الزنكي في القرن الثاني عشر. لكن الفكرة هون ما كانت مجرد علاج مرضى، كانت أوسع من هيك بكتير. المريض ما كان ينظر له كحالة، كان يعامل كإنسان كامل، جسد ونفس وراحة. كان في أطباء مقيمين، وفي تدريب مستمر للطلاب، ونظام دقيق للعلاج والمتابعة، وكأنك قدام أول نموذج حقيقي لمستشفى تعليمي كامل. والمثير أكثر أنه المكان ما كان يركز على العلاج الجسدي فقط، بل حتى الراحة النفسية كانت جزء من الخطة العلاجية. الصوت الهادئ والنظافة وتوزيع الغرف وحتى طريقة استقبال المرضى كلها كانت محسوبة. بين هالجدران الحجرية ما كان مجرد علاج، كان في فكرة متقدمة جدا لزمانها أنه الإنسان لازم يعالج بكرامة مو فقط بدواء. واليوم لما تمشي بهالمكان بتحس أنك قدام سؤال كبير كتير: كيف كان ممكن للطب يوصل لهالوعي قبل قرون طويلة بنفس المدينة اللي ما زالت لليوم تحمل آثار هالتاريخ؟ برأيك ليش هالفكرة المتقدمة اختفت من كتير من أنظمة الطب الحديثة؟ شاركني رأيك بالتعليقات.